يلا تحليل ثلاثي حدود. هسه بدنا ناخذ لو كان معامل الحد الأخير سالب x تربيع زائد 4 x ناقص 5. شو عندي كان هون؟ معامل الحد الأخير سالب. خلينا نشوف كيف رح نتعامل مع هذا الاقتران لما بدي أحلله. أول خطوة اتعلمناها النظر إلى معامل الحد الأخير. شو معاملي أنا هون؟ معاملي سالب. السالب من وين جاي؟ من سالب ضرب موجب أو موجب ضرب سالب. طب يا مس بتفرق معانا؟ لا ما بتفرق، لأنه الضرب تبديلي، الضرب عندي تبديلي. إذا أنا راح أعرف لأنه حد الأخير سالب، إذا القوسين مختلفين في الإشارة، يعني أحدهما سالب والآخر موجب. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة عندنا، يعني هسا أنا لما بدي آخذ هذا الاقتران رح نيجي نحل هون على الخطوات اللي حكيناها. الخطوة الثالثة، أنا القوسين مختلفين بالإشارة، بدي أعرف عوامل الحد الأخير. طب الحد الأخير شو عندي أنا؟ عندي 5. كم عامل إله؟ إله عاملين، هو 5 ضرب 1. قلت لكم واحد سهل عشان أول شيء نفهم الفكرة، وبعدين ناخذ سؤال آخر في عوامل أكثر من زوج من العوامل. راح آخذ هذا الاقتران وأحلله. x تربيع زائد 4 x ناقص 5. اتفقنا أول شيء ننظر إلى معامل الحد الأخير. راح نفتح قوسين، والقوسين اتفقنا معامل الحد الأخير سالب، إذا القوسين مختلفين في الإشارة. مين عوامل ال5؟ 5 أنا عرفت إنه العوامل، عوامل ال5 عندي هو 5 و1. راح أحط هون ال5 ولا هون؟ راح أتحير. شو إشارة الحد الوسط؟ إشارة الحد الوسط موجب، إذا العامل الأكبر موجب والعامل الأصغر سالب. إذا إشارة الحد الوسط باخذها عندي العامل الأكبر، يعني أنا ال5 هون والواحد هون. الإكس منين جايتني؟ من إكس ضرب إكس. هيك بنكون انهينا هذا السؤال. طب لو إجاني أعطاني سؤال ثاني، سؤال آخر، بدنا نكبر العوامل شوية، بدنا نكبر العوامل شوية. أعطيني توقف. لو أعطاني x تربيع، نحكي ناقص 4 x ناقص 12، شو راح نعمل؟ إشارة الحد الأخير سالب، إذا شو حكينا؟ النظر إلى معامل الحد الأخير، أو ممكن أنا إشارة معامل الحد الأخير. بدي أنظر إلى إشارة الحد الأخير لأنها سالبة، إذا القوسين مختلفين في الإشارة، يعني راح نفتح قوسين راح نعطيهم إشارة مختلفة. راح أروح لعوامل الحد الأخير. عوامل الحد الأخير، شو عوامل ال 12 عندي؟ أنا عندي العدد 12. مين عوامله؟ له مجموعة من العوامل، 12 ضرب 1 6 ضرب 2 3 ضرب 4. لأنه معامل الحد الأخير سالب، إذا هون النقطة 4 بكون معامل الحد الأخير سالب، نطرح العوامل.
ولازم يكون ناتجهم يساوي معامل الحد الوسط. إذا عشان أنا عندي الحد الأخير سالب بدي أطرح العوامل وناتجهم لازم يعطيني معامل الحد الوسط. طيب مين العاملين اللي بدي أطرحهم من بعض وينطيني معامل الحد الوسط؟ ننسى موضوع الإشارة. 4 ناقص 3 1. هون الطرح راح يعطيني 1. هون الطرح راح يعطيني 4. هون الطرح راح يعطيني 11. إذا مين العاملين اللي راح أختارهم؟ أحسنتم، 2 و 6 هم اللي لما أنا أطرحهم راح ينطوني 4. 2 و 6 لما طرحتهم أنطوني 4. كيف راح أوزعهم؟ أحط 6 هون و2 هون أم 6 هون و2 هون؟ كيف راح أعرف؟ راح أشوف إشارة الحد الوسط. إشارة الحد الوسط بأخذها المعامل الأكبر. إذا 6 لازم تكون ناقص و2 زائد. إذا 6 بنحطها عند الإشارة السالبة و2 عند الإشارة الموجبة. الإكس تربيع من وين إجتني؟ شو تحليل الإكس تربيع عندي أنا؟ إكس ضرب إكس. إذا راح أوزعها إكس ضرب إكس. إذا هيك إحنا أكملنا الفكرة الثانية. الفكرة الأولى كانت عندنا إنه إشارتي موجب، العامل الأكبر أخذ الموجب. إشارتي سالب، العامل الأكبر أخذ الإشارة السالبة. طب عندي مجموعة من العوامل، أنا عندي مش كل الأرقام بيجي فيها زوج واحد من العوامل، أنا عندي هون 3 أزواج من العوامل. طرح العوامل بعطيني معامل الحد الوسط اللي هو معاملة 4. بعدين بنعالج موضوع الإشارة مثل ما علمناكم. الحد الأكبر، العامل الأكبر يأخذ إشارة الحد الوسط. هاي الجزء الثاني من تحليل ثلاثي الحدود. لما تكون إشارتي أنا سالبة، لما تكون إشارتي سالبة، إشارة الحد الأخير سالبة. إذا لما يكون إشارة الحد الأخير سالب، بتبع هاي الخطوات اللي احنا حكينا عنها حاليا. لما شو تكون عندنا إشارة الحد الأخير سالب. هاي هيك يا ثامر احنا نكون انهينا ثلاثي الحدود بأبسط أشكاله. درس سهل ممتع، بس نفهم القواعد اللي كتبناها، انه لما يكون عندي معامل الحد الاخير موجب كيف بتعامل معه، لما يكون عندي معامل الحد الاخير سالب كيف انا ممكن اتعامل معه. وبالتوفيق وان شاء الله تجيبوا علامات كويسه في الامتحان.